وبيستمر العبث الكروي من اتحاد الكورة ولجنة التحكيم. المسلسل اللي بدايته كانت ماتش النادي الأهلي وماتش سيراميكا كليوباترا، من استفزاز الحكم محمود وفا للاعيبة النادي الأهلي وإنه يخرجهم عن شعورهم في لقطات واضحة جدا الهدف منها إن النادي الأهلي ولاعيبته وإدارته يخرجوا عن شعورهم أو يغلطهم، عشان في الآخر يحصل اللي بيحصل ده. يحصل إن اللعيبة تنفعل عشان خاطر حقوقها، يحصل إن اللعيبة تطرد، يحصل ان مجلس اداره يتعاقب، يحصل ان اعضاء مجلس اداره تتعاقب، وبعد كده يطلع الحكم محمود وفا في مشهد مغزي النهارده يستلم جايزه وياخد النهارده ايه، يعني ايه، ياخد صلاحيات اكبر من صلاحياته اللي هو واخدها. كل ده ليه؟ عشان خاطر هو اخطا خطا كبير في حق النادي الاهلي، اللي هو بشكل واضح مش مرغوب ابدا في وجوده في الدوري المصري، او ان هو ينافس زي ما بينافس، او ان هو يفضل مستحوذ على البطولات ومن حقه ان هو يستحوذ عليها لان هو بطل وعنده هوية البطل. طيب قولوا لي لحد امتى هنبتدي نحارب النادي اللي بيمثل القوة الناعمة عندنا في مصر؟ مين عندك في مصر؟ مين عندك في افريقيا؟ مين عندك في افريقيا مشرف افريقيا كلها غير النادي الاهلي؟ ودلوقتي اصبح جمهور نادي الزمالك ما عندوش غير ان الحكم محمود وفا بطل شعبي يتكتب باسمه شوارع، بعد ما كانت لجنة التحكيم بكل حكامها المصريين بالنسبة للاعيبة الزمالك وبالنسبة لادارات نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك عليهم خطوط كتير حمراء وكانوا دايما بيعترضوا عليهم. دلوقتي اصبح التحكيم المصري بالنسبة للاعيبة نادي الزمالك والجمهور نادي الزمالك مثل يحتذى به، مثل كده يحتذى به. طيب المفروض ان الناس دي يتاخد بكلامها بعد كده في حاجه بالنسبه للاعلام ولا جمهور ولا لعيبه ولا مجالس اداره؟ لا، انا شايف ان النادي الاهلي لازم من الخطوه دي ومن اللحظه دي ومن بعد الشغل اللي معلش يعني اللي بيحصل، انا مش هقول عليه غير شغل ايه، ما يتوصفش غير ان هو شغل 5 جنيه مقطعه اللي بيحصل ده. ان حكم بعد ما يتم استفزاز اللعيبه وان هم يخرجوا عن شعورهم يطلعوا بعد كده يستفزوا النادي الاهلي ومجلس ادارته فالنهارده يكرموه؟ لا، دي كوارث بتحصل. اللي بيحصل ده كوارث ما ينفعش السكوت عليها، ما ينفعش السكوت عليها. النادي الاهلي ما ينفعش يسكت على الكلام ده. النادي الاهلي لازم ياخد خطوات. لو والله انا مش فارق معايا الدوري، انا مش فارق لي الدوري، واللي بيعمله النادي الاهلي او البعض بيحاول ان هو يصدر ان النادي الاهلي بيعمل الكلام ده كله علشان خاطر ضرب الجزاء، خالص. النادي الاهلي ما بيعملش كده عشان خاطر ضربة جزاء. النادي الاهلي بيعمل كده تخوفا من اللي ممكن يحصل قدام، وكلنا عارفين كويس ايه اللي ممكن يحصل قدام لو خطوه زي دي اتسكت عليها. دلوقتي ما شاء الله في كل برامج التحليل اللي بشوفها في التلفزيون او على القنوات الفضائيه كلهم يطلعوا يقولوا لك ايه، ما كفايه، ما النادي الاهلي عمال يكبرها ليه؟ كل ده عشان خاطر ضربة جزاء. خلاص عرفوا ان هم مش هياخدوا الدوري، فخلاص بقى عشان مش هياخدوا الدوري فبيغلوشوا على الموضوع وبيعملوا المشكله اللي بيعملوها دي. يعني هو ريال مدريد يا راجل يا طيب وهو بيلعب اسبانيول لما كان عنده نفس المشكله مع الحكم في ماتش اللي كانوا بيلعبوه السنه اللي فاتت، كان برضو بيغلوش على الموضوع لما صعد الموضوع وراح معاهم وفد كان في عضو مجلس اداره من نادي ريال مدريد اللي انت هنا بترفض ان هو يروح وهو كابتن سيد عبد الحفيظ. اللي بيحصل ده يا جماعه تجاوزات ما ينفعش السكوت عليها. اللي بيحصل ده تجاوزات ما ينفعش السكوت عليها بالمره، ولازم الاهلي يعلن. ومن وقتنا ده ومن اللي حصل النهارده في حته ان الحكم يتكرم وياخد جوائز عشان خاطر هو بالنسبه لاتحاد الكوره راجل بطل دلوقتي وعمل اللي ما اتعملش، لا، اللي بيحصل ده لازم النادي الاهلي يتدخل فيه ويبتدي ان هو ياخد اجراءات قويه جدا. والله لو هيصعد الموضوع لبره مصر، لو هيصعد الموضوع للاتحاد الدولي، لازم النادي الاهلي ياخد قرارات قويه. لان انا شايف ان بيتم ابعاد النادي الاهلي من الصوره بشكل واضح جدا جدا وبشكل ساذج جدا، حتى ما فيهوش اي مهنيه او حرفيه. اللي بيحصل ده واضح 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 جدا ان السكه بتتفتح والطريق بيتفتح لنادي تاني، نادي تاني مش عارف يحقق كوره وعلى ارض الملعب. لا، احنا هنجيبها لك بقى لحد ايه، هنجيبها لك البطوله لحد النادي، انت ما تتعبش نفسك وتلعب، البطوله هنجيبها لك لحد النادي. اللي بيحصل ده النادي الاهلي ما ينفعش يسكت عليه. اللي بيحصل ده كتير، اللي بيحصل ده ما حصلش قبل كده. كنا طول عمرنا بنشوف الفساد بس مش بالمنظر ده،
ومش بالطريقة دي. الموضوع بقى فيه تجاوزات اكتر من اللازم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير ومتابعة للصفحة، وبتشرف دايما بوجودكم.